أنا أسلم الدين من قناة كويت ماني هاب، وأبي أقدم لكم اليوم فيديو مميز بشرح بسيط وواضح عن موضوع يهم كل واحد يفكر يدخل مجال الاستثمار، خصوصا الناس اللي تسأل عن شركة هيمز اند هيرز وهل هي فرصة ولا لا. أول شي خلوني أوضح لكم الموضوع بطريقة سلسة. شركة هيمز اند هيرز هي منصة صحية رقمية اشتهرت بخدماتها اللي تقدمها مباشرة للناس عن طريق الإنترنت بدون ما يحتاج الشخص يروح مستشفى أو عيادة. الناس تقدر تطلب أدوية، استشارات، علاجات للشعر، البشرة، وحتى برامج لإنقاص الوزن، وكل هالشي يوصل لين باب البيت. النمو هذا كله خلى المستثمرين يلتفتون للشركة بشكل كبير بالفترة الأخيرة. الحلو في الشركة إنها قاعدة تكبر بسرعة، وكل سنة تزيد أعداد المشتركين عندهم، وهذا يعطي إشارة إن الناس تحب خدماتهم وتشوف القيمة فيها. غير إنهم قدروا يرفعون أرباحهم ويحسنون تدفقات الشركة المالية، وشفنا كيف بدأوا يدخلون أسواق جديدة خارج أمريكا، وهذا طبعا يعطيهم مجال أكبر للنمو. بس يا جماعة، مو كل شي وردي، لأن الشركة واجهت شوية تحديات بالفترة الأخيرة، خصوصا بعد المشاكل اللي صارت بينهم وبين شركات أدوية كبيرة بخصوص منتجات إنقاص الوزن، وهذا الشيء نزل سعر السهم وكان حديث المستثمرين لفترة. وهنا يجي دور التحليل. لما نفكر هل السهم مناسب للاستثمار، لازم نشوف الصورة كاملة. صحيح الشركة جذابة لأنها تنمو بسرعة وبمجال مطلوب، لكن بعد لازم ننتبه إن السهم متقلب، مرات يرتفع بقوة ومرات ينزل فجأة، خصوصا بسبب الأخبار والتنظيمات الصحية. وهالشي يخلي الاستثمار فيه مناسب أكثر للناس اللي تتحمل المخاطرة وتفكر على المدى الطويل. أما اللي يبون استثمار ثابت وهادي، يمكن يشوفون إنه السهم فيه مخاطرة شوي زيادة. وبالنهاية يا جماعة الخير، الهدف من الفيديو إننا نفهم الموضوع مو بس كأرقام، لكن كفرصة واقعية. إذا أنت مهتم بمجال الصحة الرقمية وتشوف إنه مستقبل الطب يتحول أكثر للخدمات الذكية والتكنولوجيا، ممكن تشوف إن هيمز اند هيرز فرصة تستاهل المتابعة. أما إذا كنت تبي استثمار آمن بدون صعود ونزول، يمكن من الأفضل تنتظر لغاية ما الصورة تصير أوضح. وإذا تحبون أقدر أسوي فيديوهات ثانية عن التحليل الفني أو طريقة دخول آمن للسهم، أو حتى مقارنة مع شركات منافسة. بس كتبوا لي بالتعليقات وأبد ما أقصر معاكم. شكرا لكم. كان معاكم أسلام الدين من قناة كويت ماني هاب.